اهلا وسهلا بكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هتكلم معاكم على موضوع مهم جدا جدا جدا. بصوا يا شباب، انا عن نفسي المواضيع دي اللي هو ايه، مش انا مش بجهز لها سكريبت ولا بكون مجهز لها كلام هقول، لان الكلام اللي بيتقال طالع من القلب على طول. فانا عايزكم عموما زي ما بيقولوا ايه، تتقبلوا كده. كمان ممكن اقول كلام مثلا انا مش مجهز له فاقول كلام غلط، فانت فاهم الفكره يعني. اول حاجه يا شباب، انا عايزكم تتحدوا الظروف اللي انتوا فيها مقابل انك تعمل الحاجه اللي انت بتحبها. انا عن نفسي بحب ان اعمل فيديوز على اليوتيوب، بحب ان اعمل فيديوهات على اليوتيوب، بس نظرا للظروف اللي في حياتي هتلاقي من المستحيل ان انزل فيديو على اليوتيوب اصلا. طب انت ليه يا محمد بتقول الكلام ده؟ ركز معايا. انا يومي بصحى انزل الشغل، تمام؟ بصحى الساعة 12 الظهر، بصحى الساعة 11، بنزل من البيت الساعة 11، بكون المفروض هنا الساعة 12، تمام؟ فبالتالي انا ما عنديش وقت اصور فيديو. ادي نقطة. النقطة التانية، محدش من اهلي مطوعني في النقطة دي، لان هم مفكريني بضيع وقت. يقول لك انت بتضيع وقت، طب ايه المقابل اللي انت بتحصل عليه من الكلام ده؟ مهما تقنعهم، انا عن نفسي خلاص وصلت لمرحله مش بقول لحد انا بعمل ايه، وبعملها مع نفسي لحد ما ان شاء الله باذن الله اقف على رجلي، وساعتها يعرفوا انا ليه كنت صابر الفتره دي كلها. طيب، تالت نقطه، ان مفيش الكمبيوتر. انا عندي كمبيوتر تمام بس في البيت. طب انا برجع من الشغل الساعه 12 بالليل، فبالتالي انا ما عنديش وقت اصلا اقعد على الكمبيوتر، وانا مش معايا لابتوب عشان اجيبه المكان هنا عشان امنتج عليه الفيديوهات. فبالتالي بصور من التليفون وبمنتج من التليفون عن طريق تطبيق باور ديريكتور، وكمان بعمل الصوره مصغره عن طريق برنامج المصمم العربي في التليفون. تمام؟ يعني شوف، ما هو انا مش هشيل الكمبيوتر اجيبه هنا، يعني فاهمني؟ فبالتالي لو تيجي تشوف الظروف المحيطه بيا تلاقي ان انا مستحيل اعمل فيديو، مستحيل، من سابع المستحيلات ان اعمل فيديو اصلا. تمام؟ بس ده يعلمك ان انت لازم تستمر، ولازم تنزل فيديوز على قد ما تقدر، ولازم تعمل الحاجه. انا طبعا مثال اليوتيوب هو اللي بينطبق على الكلام ده، ولكن انا بعلمك وبديك المثال اللي تقدر تطبقه في حياتك على اي حاجه انت بتحب تعملها، بس مفيش حاجه دعماك او الظروف مش ماشيه معاك. فهمت الفكره؟ ما تنتظرش الظروف او ما تنتظرش الوقت المثالي ان انت تعمل فيه الحاجه اللي انت عايزها، لان الوقت المثالي مش هيجي والظروف مش هتتغير. عشان تبقى انت فاهم الفكره، ما تقولش بكره يمكن الاقي وقت، مستحيل. عقلك من الاخر، لو انت ما وقفتش قدام عقلك وقلت له لا الحاجه دي احنا بنحبها لازم تعمل كده، الحاجه دي احنا بنحبها وهنعملها بغض النظر ان كانت الظروف مطوعانه ولا لا. انا لو انا مشيت مع كلام عقلي هلاقي نفسي ان انا كل شهر هنزل فيديو مره ومش هينزل كمان، وهيبقى فيديو مش بقى على حاجه، وبالتالي القناه عمرها ما هتنجح. فهمت الفكره؟ فانا عايزك تتحدى الظروف اللي انت فيها، وتتحدى اي حاجه بتقف قدامك مقابل الحاجه اللي انت بتحبها. اتمنى يا شباب تكونوا فهمتوا الفكره من الفيديو، واتمنى ان انت تعمل لايك وتشترك. السلام عليكم.